السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وبصحه وسلامه. النهارده باذن الله هنبتدي اول فيديوهات لينا في مجال الجرافيك ديزاين وخصوصا في الفوتو مانيبيليشن، فن الدمج. بس قبل ما هخش معاك في الموضوع ده واحاول ان انا ابسطه واسهله عليك بكل سهوله، في حاجات لازم انت تفهمها من قبل ما تخش مع العميل لحد ما توصل انك انت تخلص التصميم. اول حاجه لازم تبقى فاهم ان في حاجه اسمها ماركتنج. يعني ما ينفعش انت تبقى راجل جرافيك ديزاين بتعمل تصميمات مفكر ان التصميمات دي حاجه شكلها حلو وخلاص. لا، لازم تكون فاهم يعني ايه تسويق، انا ببيع ايه بقى، يعني ايه الحاجه اللي انا هقدمها في التصميم بتاعي عشان اعرف ابيع الفكره. فالماركتنج ده، التسويق ده مهم جدا جدا، لازم تحاول ان انت تاخد فيه كورسات، مش شرط تتعمق بس تبقى فاهم فيه عشان يساعدك في شغلك. في حد بيعمل الكلام ده، في حد بيبقى ماركتير، ده شغلته ان هو بيعمل البلان استراتيجي بتاعت المشروع كله او الحاجه اللي الشركه شغاله عليها، بحيث ان هم يبقى ماشيين على قوانين بحيث ما يخالفوهاش، بحيث يتلاشوا الخسائر اللي ممكن يتعرضوا لها. طيب الشخص الماركتير ده بيعمل حاجه اسمها سوات اناليسيز، بيشوف نقاط القوه والضعف، بيشوف الحاجات اللي فيها فرص، الحاجات اللي فيها تهديدات. بيبتدي يعمل حاجه اسمها سيجمنتيشن، بيقسم الناس، يشوف ده ساكن فين، هو هيفتح فين، السن، المكان، كل واحد الحاجه النفسيه بتاعته ايه، بيطلب ايه. بيبتدي يعمل سيجمنتيشن، بيبتدي يعمل حاجه اسمها تارجتنج. التارجتنج ده بكل بساطه زي ما انتم شايفين كده قدامكم. يعني لو احنا قلنا هنا انت عندك في حاجه اسمها سيجمنتيشن، بيبتدي يقسمها لحاجه اسمها جيوغرافيك، ديموغرافيك، سايكوجرافيك، بيهيفير، بيبتدي يقسم الناس دي على حسب هذا المنظور. بعد كده بيبتدي يخش على حاجه اسمها تارجتنج، الاستهداف، والاستهداف ده بيكون تبعا لحاجه اسمها انسوفس ماتريكس. وانسوفس ماتريكس هنا بيبقى مقسم الموضوع لحاجه اسمها برودكت او سيرفيس، وحاجه اسمها الماركت اللي هو يدخل فيه كلاس A او B او C. خلينا نبسط الموضوع ده، يعني ايه كلاس A وبي وسي؟ كلاس A بكل بساطه هي الفئه الراقيه اللي ما بتهمهاش سعر، هو بيدور على كواليتي وجوده محترمه، السعر ده بالنسبه له اخر حاجه. كلاس B هو بيدور على السعر وعلى الجوده. لكن الكلاس C هو بيدور على حاجه سعرها كويس، السعر بالنسبه له رقم واحد، وفي نفس الوقت تكون معقوله. طيب في رقعه الشطرنج اللي انت شايفها قدامك، ممكن يعمل البرودكت ديفلوبمنت، ممكن يعمل تطوير في المنتجات، يعني ممكن ينزل منتجات جديده في المحل بتاعه بس بتستهدف نفس الشريحه اللي هو فاتح فيها. لو هو فاتح في منطقه شعبيه كلاس C او كلاس B، هو بيبيع نفس، ما بينزلش منتجات قويه. لكن في شخص بيعمل ماركت ديفلوبمنت، تطوير في الاسواق، وده بيبتدي يخش لكلاس A وبي وسي، وبيبتدي ان المنتجات بتاعته عايز ينزل منتجات عاليه الجوده، فهو فاتح في منطقه شعبيه فده ما ينفعش، فدي ممكن يعمل معاه كوارث، فلازم كل حاجه تبقى مدروسه. في شخص بيزود منتجات، يعني ممكن تلاقي برودكت 8 ده مع كلاس 8 وده اخطر واخطر، وده بيبقى ليه دراسات ومش بيتعمل كده وخلاص. انا ببسط لك، بديك معلومات عامه. يبقى انت كده عندك في حاجه اسمها سيجمنتيشن، في حاجه اسمها تارجتنج، في حاجه اسمها بوزيشننج، الصوره الذهنيه. الصوره الذهنيه دي خلينا نتكلم عليها بكل بساطه، هي في حاجه اسمها بوينت اوف بيوريتي وفي حاجه اسمها بوينت اوف ديفرنت. البوينت اوف بيوريتي دي نقاط التشابه اللي بينك وما بين المنافسين اللي موجودين حواليك، لكن البوينت اوف ديفرنت وهنا دي النقاط الاختلاف اللي بينك وبين المنافسين. انا راجل عايز اعمل في المشروع بتاعي صوره ذهنيه، فالصوره الذهنيه دي لازم بيكون بينطبق عليها شروط. احنا مش هنخش في الموضوع ده قوي، بس انا عايز افهمك ان الصوره الذهنيه دي حاجه انت بتبقى حاططها في البراند بتاعك، الناس بتتكلم عليها نتيجه ان هي موجوده فعلا عندك في البراند، مش ان انت بتتكلم عنها، هي موجوده. يعني انت مثلا عندك خاصيه الضمان مثلا، ان انت عندك ضمان ان المنتج لو حضرتك اشتريته في خلال مده معينه وحصل فيه اي كسر، انا عندي قابليه ان انا ارجعه لك بحاجه شبه الاصل من عندي. بديك مثال يعني. فدي لما الناس تيجي تتكلم عليك يقول لك لا فلان الفلاني ده عنده ضمان، مش ضمان لو انا كسرت الحاجه وبوظتها وحصل فيها مشاكل، انا هو يرجعها لي مره واحده بس، ده الضمان بتاعه. فدي ميزه عنده. لكن الشخص بيبقى داخل في براند ما عندوش بوينت اوف ديفرنت، فدي بتبقى مشكله. في عندك حاجه اسمها سيجمنتيشن، حاجه اسمها تارجتنج، حاجه اسمها بوزيشننج. طيب في بقى بعد كده حاجه اسمها انك انت لازم تبقى عارف عن الماركتنج ان هو بيتقسم لحاجه اسمها فور بيسز، اللي هي البرودكت، المنتج بتاعك او السيرفيس بتاعك، البرايس، السعر، تمام، البليس اللي هو المكان اللي انت بتفتح فيه، والبروموشن اللي هي الاعلانات. دي حاجات لازم تبقى انت فاهمها، اربع محاور لاي مشروع في الدنيا انت بتشتغل عليه كماركتنج. انا بديك معلومات بيزكس كده اساسيه. موضوع البرايسنج ده مهم جدا، ولازم انت تعرف عنه معلومات عشان ما تجيش تحط سعر كده في التصميم، بيبقى ليه قواعد وليه طريقه عرض عشان ما تطلعش منك غلط. ده ببساطه شديده شديده موضوع الماركتنج بدون التعمق في التفاصيل. انت لازم تبقى فاهم الموضوع ده. احنا هنعمل شويه اسئله في البريف نفهم منها الشخص ده البراند بتاعه ماشي في انهي اتجاه. طيب هل حضرتك الموضوع بينقصر على الماركتنج فقط؟ لا، بيخش بعد كده ال ال يعني قول الماركتنج ده بيمثل حوالي 85 او 90%. بيبتدي يخش بعد كده اللي هم الناس المسؤولين عن الجرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين ده اللي بيعمل تصميمات شكلها حلو والكلام ده كله. بس لو الشخص ده عنده مشكله في الماليات في المشروع بتاعه، عنده مشكله في البرودكت بتاعه او في السيرفيس بتاعه، عنده مشكله في المكان اللي هو فاتح فيه، عنده مشكله في السيلز اللي بيبيع له، فالمشروع اصلا في الاساس هيبقى فيه خسائر كتير جدا. يبقى لما يجي ساعتها عميل يقول لك ان التصميمات بتاعتك ما بعتليش الفكره بتاعتي والكلام ده كله، هو ممكن يكون عنده مشكله في حاجه من الحاجات اللي احنا هنذكرها كمان شويه. في بعد كده الفيديو اديتور. والفيديو اديتور ده الشخص اللي بيعمل فيديوهات شكلها جميل، ريلز حلوه، الكلام ده كله، ودي ناس ليها تخصص. طيب ودول بيشتغلوا بالبريمير وبالافتر افكت والكلام ده كله. اما الشخص الجرافيك ديزاين ده بيشتغل بالفوتوشوب والالستريتور والان ديزاين. خلينا نبسط الموضوع. الفوتوشوب بكل بساطه هو بيشتغل على حاجات بيكسلز، يعني انت كل ما هتكبر فيها كل ما هتلاقي الصوره ابتدت تبكسل منك، تنغبش.
لكن الالستريتور ده برنامج رسم بنستخدمه في اللوجوهات، بنستخدمه في الحاجات اللي احنا مش عايزينها بكسل مننا، لان ده بيبقى عباره عن حاجه كده انت بتحط نقطه بتوصلها بنقطه فبترسم خط، مش شكل، انت بترسم خط. فالخط ده مهما انت تكبره عمره ما هيبكسل منك. طيب الان ديزاين وده بيستخدموه في المجلات، البروشورات، هو برنامج رائع ممتع لازم تبقى انت عارفه. هو شبيه بالوورد وبالاكسل، هو بيجمع ما بين الوورد والاكسل والباوربوينت. منظم جدا، برنامج ممكن يطلع لك كتاب بطريقه رائعه. فيفضل ان انت تبقى فاهم الان ديزاين. نيجي نخش بقى على حاجه اسمها الميديا باينج. الميديا باينج ده بكل بساطه هو الشخص اللي بيعمل لك الاعلانات المموله. الشخص اللي بيعمل الاعلانات المموله ده لازم يكون بكل بساطه فاهم الفاينانشال، الماليات بشكل عام. يعني يكون واخد كورسات من المحاسبه بحيث ان هو تخليه قوي شويه، يبقى فاهم ميزانيه، يفهم قائمه دخل، يبقى فاهم حاجه اسمها تحليل مالي. مش شرط يتعمق قوي، بس يبقى الارقام بالنسبه له مهمه قوي، مش مجرد اي رقم بيطلع قدامه وخلاص. لان هو لما بيجي يعمل الاعلانات في منها اعلانات بتنقسم لحاجات العميل فعلا بيبقى داخل يدور عليك بطريقه مباشره، وده هتلاقيه في جوجل. وفي عميل بيخش يدور عليك لانه شافك قبل كده بتظهر قدامه بصوره متكرره زي الفيسبوك مثلا. عمر ما تلاقي مثلا واحد في الفيسبوك داخل يدور على دكتور باطنه مثلا، لكن هيخش يدور عليك في جوجل. تمام. فانت لازم تفرق ما بين الاعلانات اللي هي بتتعمل على الفيسبوك، على الانستجرام، على لينكد ان، على الكلام ده كله. الاعلانات اللي بتتعمل هنا دي بتتعمل على حسب ان انت عايز تزن على العميل ان انا موجود قدامك بصفه مستمره. لكن ممكن عميل يعمل اعلانات في اسبوع ويقوم موقف بقيه الشهر، يكون في اعلان تاني شغال بطول الشهر، يقوم الاعلان ده الشخص يروح للشخص التاني، يبقى انت نميت الفكره عند العميل والفكره اتباعت لشخص تاني لان هو ظاهر بصوره مستمره وعمال يشغل اعلاناته بشكل مستمر. لكن الاعلانات على جوجل بتتضمن الشخص اللي يدور عليك. وفي حاجه اسمها السيرش انجن اوبتمايزيشن. الموضوع ده اللي بيخليك رقم واحد في محركات البحث، وده اللي الناس شغاله عليه، وبتخليك رقم واحد في محركات البحث. ومعنى ان انت تبقى رقم واحد في محركات البحث وترصص المنتجات بتاعتك وتكون الكواليتي بتاعت المنتجات بتاعتك وحشه، لان انت بتبني سمعه، فاي كومنت هيتكتب عليك فاهم هيعمل لك بلبله ومشكله كبيره جدا. ولو انت مش فاهم خطوره التعامل مع السوشيال ميديا يبقى لازم تاخد بالك كويس قوي. يبقى احنا كده بسطنا التعامل مع الميديا باينج. الميديا باينج ممكن يكون لما بتيجي تخش على البلاتفورم بتاعت الفيسبوك بتلاقي الاعلانات منقسمه لاقسام: زياده الوعي، زياده المبيعات، زياده الانجيجمنت، التفاعل، مش عارف ايه. كل واحده من دول ليها طريقه في التعامل. لو واحد ميديا باينج شغال في الحاجات دي مش فاهم، ممكن يعمل لك اعلانات تخسرك، لان كل حاجه من دول ليها طريقه تواصل معينه، ليها كول تو اكشن. يعني انت عايز تعمل الاعلان ده عشان تخلي الناس تتفاعل مع البوست بتاعك، ولا عايز تعمل الاعلان ده عشان تعمل مبيعات؟ ولو انت بتعمل مبيعات فانت طبعا محتاج موقع الكتروني عشان تربط البيكسل بتاعه بالبلاتفورم اللي انت شغال عليها الفيسبوك، فيبتدي ان المبيعات تتحول على الموقع الالكتروني بتاعك. وفي بقى ليفل تاني اكبر، ان انت بتخلي ان الموقع الالكتروني بتاعك ده يجيب لك فلوس، انك انت بتخصص جزء من الموقع بتاعك ده يتعرض فيه اعلانات، فجوجل تبتدي تعرض اعلانات ناس تانية عندك وتديك فلوس، زي اليوم السابع، زي خلافه. انا بديك معلومات عامه عشان انت حابب تخش في اي مجال من دول تلاقي الدنيا بسيطه معاك. بعد ما انت بتعمل الاعلان بتاع الميديا باينج ده، في ناس بتاخد منك تصميمات. انا كجرافيك ديزاين بتقوم مفعله اعلان كتيست، يعني بيحط التصميم ده ويحط التصميم ده ويحط عليه الكابشن اللي هو النص اللي بيتكتب فوق البوست، وبيحط الكول تو اكشن، زر التفاعل او التواصل معاه، سواء كان على الواتس او على الماسنجر، وبيبتدي يعمل تيست يوم كده، يجرب يشوف الدنيا فيها ايه. ده لو المنصه دي كانت شغاله قبل كده وفي داتا متخزنه على الفيسبوك ان الراجل ده بيعمل اعلانات بصوره مستمره، انا بدي رتوش مش بدخل في الموضوع بالعمق يعني. فهتبص تلاقي ان هو بيعمل تيست، فبيلاقي ان الاعلان التصميم الاول ما اشتغلش قوي، ما جابش شغل، لكن التصميم الثاني نجح، فبيقوم موقف ده ومشغل ده. فلازم يكون فاهم في الحته دي قوي، فاهم الالجوريزم بتاع الخوارزميات بتاعت البلاتفورم دي ازاي يتعامل معاها. طيب بعد ما الاعلان ده بيشتغل وبيخلص، المفروض انك انت بتبتدي تشوف عدد النقرات، بتشوف على حسب انت عامل الاعلان ده ايه، اعلان تفاعل، رسائل، تكلفه التفاعل اللي انت عملتها دي واقفه عليك بكام، وانت صرفت كام في الاعلان. وبتبتدي تحسب حاجه اسمها الكاستوم اكوزيشن كوست، تكلفه العميل بالنسبه للمصروف اللي انت صرفته كله على الاعلان كام. يعني انا والله صرفت 400 جنيه على اعلان جالي منه 10 تنفار، يبقى تكلفه العميل في كام. فبتقعد بقى تحسب الحسابات دي، ليها حسابات، ولازم تكون انت عامل لك شيت اكسل كده مبسطه على نفسك عشان تشوف للعميل ده لما يجي يقول لك والله انا عملت اعلان والاعلان ده بتاعك فشل، قول له لا حضرتك الداتا اللي انا محللها قدامي اهي، الارقام كانت الاعلان اللي كان شغال معايا قبل كده عمل كذا وانا جيت زودت لك كذا. ففي ماركتير وده المسؤول عن الماركتنج، في جرافيك ديزاين وده المسؤول عن التصميمات بشكل عام، في الفيديو اديتور ده المسؤول عن المونتاج بتاع الفيديوهات، في رقم 3 اللي هو الميديا باينج المسؤول عن الاعلانات المموله. وكل دول من كل واحد من دول ليه شغله، ما ينفعش ان انت تتدخل فيه. بس ما ينفعش انت تبقى داخل كجرافيك ديزاين مش فاهم المنظومه دي كلها ماشيه ازاي. في شركات بتسمى نفسها اللي هي سوشيال ميديا، بيسموها سوشيال ميديا سبيشاليست، دي بتبقى شركات فيها كل دول، فيها برضك حاجه اسمها مصمم ويب، مصمم مواقع، وده اللي هو بيصمم لك الموقع بتاعك. لكن اللي بيصمم الموقع بيبقى بيحتاج معاه جرافيك ديزاين اللي هو بيتخصص في حاجه اسمها اليو اي يو اكس. الناس دي بتصمم الواجهه بتاعه المواقع والواجهات بتاعه الموبايلات، بتعمل الزراير، بتعمل ايقونات، بتعمل الشكل. لكن مصمم الويب بيصمم لك الواجهه بتاعه الموقع، لكن التصميمات انت اللي بتعملها كجرافيك ديزاين. فشركه سوشيال ميديا سبيشاليست دي بيبقى فيها كل الناس الخاصه بان هي تطور اي براند. ودي طبعا بتبقى شركات بتبقى بارقام كبيره لان شغال فيها ناس كتير، وكل واحد فيهم بيقوم بدور مهم. طبعا ما ننساش طبعا الكوبي رايتر، والكوبي رايتر ده من الناس اللي هي بتجهز لك السكريبتات، بتجهز لك الشغل، تقول لك ده ينفع ده ما ينفعش، فدوره مهم جدا جدا جدا. انا اتمنى اكون ما نسيتش حد يعني، انا حاولت ان انا بس ابين لكم الموضوع بيبقى ماشي ازاي. نيجي بقى لموضوع الجرافيك ديزاين.
خلينا كده متفقين ان الجرافيك ديزاين ده اقسامه كتيره. طيب انا هنا هوضح لك الجزء الاولاني اللي هو انت لسه مبتدئ، فانت قدامك حاجه من اتنين، يا انت بتشتغل فيجوال ايدنتيتي، تصميم هويه بصريه كامله. بمعنى ايه؟ يعني التصميم الهويه البصريه الكامله ده بيبقى ليه بريف خاص بيه، اسئله خاصه بيه، انت راجل متخصص في اللوجو، متخصص في اليوفط، متخصص في المطبوعات. خليني برضك اوضح لك الامر. يعني ايه؟ يعني انت مثلا هتبص تلاقي في الفيجوال ايدنتيتي دي مثلا على البيهانس، بتبتدي تعمل اللوجو بتاعك. طبعا لازم توضح يعني موضوع البيهانس ده هنخش فيه في الاخر، ان انت لازم توضح خطوات المشروع ده انت عملته ازاي، الالوانات، الخطوط اللي انت استخدمتها، الحاجات دي كلها. تمام. اللوجو رقم واحد في الفيجوال ايدنتيتي، وده طبعا لازم تجمع معلومات عن البراند. المفروض يكون الماركتير مديك خطه فاهم فيها المشروع ده ماشي ازاي، عشان ما تعملش حاجه يجي العميل يقول لك مش ده اللي انا اتفقت عليه. طبعا بتصمم شغلتك البيل بورد اللي هي اليوفط اللي بتتعمل في الشوارع دي، شغلتك اللي هو البول بانر اللي هي الحاجات اللي هي اللي بتتعلق على الفوانيس الموجوده في الشارع، اليوفط بتاعت المحلات، الشوب ساين، الاستندات اللي بتتعمل في الشارع، المنيو ده شغلك. ده شغل المطبوعات بشكل عام، ده بيروح مطابع، وكل الحاجات دي كلها بتروح مطابع وبتطبع. في حاجه اسمها البيزنس كارد اللي هي الكارت الشخصي، حاجه اسمها الانفولوب الظرف، في حاجه اسمها الستامب اللي هو الختم، في حاجه اسمها التصميم اللي بيتعمل على التيشيرت، في حاجه اسمها الباجز الشنط، في حاجه اسمها البوتل اللي هي الازايز بوتل. دي كلها خاصه بالفيجوال ايدنتي. هل العميل بتاع الفيجوال ايدنتي ممكن يطلب منك كل دول؟ لازم لما تيجي تتعامل كراجل مصمم لوجو فيجوال ايدنتي دي شغلتك، لازم لما تسال يقول لك انا عايز اعمل فيجوال ايدنتي، رقم واحد تقول له هو حضرتك عايز تعمل الفيجوال ايدنتي ده بالنسبه لك ايه؟ ولازم تكون انت فاهم كل الحاجات اللي تحت الفيجوال ايدنتي، لان احنا هنتكلم في البريف بتاعها دلوقتي. حضرتك عايز تعمل مثلا شنط، عايز تعمل ازايز، عايز تعمل لوجو بس، عايز تعمل يافطه في الشارع، يافطه للمحل بتاعك، فلازم تعرف منه انواع الحاجات اللي هو طالبها منك، لان كل حاجه بيبقى لها سعرها. ده الفيجوال ايدنتي بشكل عام. طيب نيجي بقى الحته الثانيه، الجزء الخاص بالادفرتايزنج اللي هو خاص بالاعلانات، وده السوشيال ميديا بشكل عام على كل البلاتفورم. كل منصه من المنصات بيبقى ليها مقاسات خاصه بيها، لازم تبقى انت عارفها، مش شرط تحفظها، ممكن تخش على شات جي بي تي يقول لك المقاس وخلاص. طيب في فيسبوك، في انستجرام، في لينكد ان، في تويتر، في كل حاجه لازم تبقى عارف. واحد بيقول لك انا عايز اعمل كفر اللي هو اللي بيتحط فوق على الفيسبوك او تويتر او الكلام ده كله، واحد عايز يعمل الصوره الشخصيه، واحد عايز يعمل تصميمات سوشيال ميديا كامله معاه كذا حاجه هيقول لك عليها، يقول لك اعمل لي تصميم عن كذا وعن كذا وعن كذا، فانت بتبتدي تاخد منه الافكار دي وبتكتب كل حاجه. هل ينفع اشتغل مع عميل من غير بريف؟ لا طبعا، لان انت وارد ان انت ممكن تاخد منه كلمتين وتخش تشتغل وتعمل تصميم ويقول لك مش ده اللي انا عايزه، لان انت ما فهمتش هو فاتح فين، بيبيع ايه، مستهدف مين. ممكن يقول لك هو بيبيع ايه لكن مش فاهم هو بيستهدف مين، فاتح في انهي حته، بيكلم ناس شعبيه ولا بيكلم ناس راقيه، الخط اللي هو بيستخدمه رسمي ولا خط حر، بيستخدم خط سيرف ولا خط سان سيرف ولا خط سكريبت ولا خط. فلازم تبقى فاهم كل ده. معاك لوجو ولا معاكش لوجو اصلا؟ طب اللوجو ده الالوانات بتاعته ايه؟ لازم تستخرج الالوانات من اللوجو. فما ينفعش تخش مع عميل تعمل له تصميمات من غير ما انت تاخد منه معلومات، سواء كنت انت هتدي له ملف هو يملاه او انت هتعمل معاه ميتنج وتخش تجمع منه معلومات. فالحاجات دي مهمه جدا جدا. طيب نيجي لحته بقى ان السوشيال ميديا، الاعلانات بتاعت السوشيال ميديا في منها اعلانات بتبقى بسيطه وسهله، يا دوبك بتاخد الاستوكايه بتحطها على خلفيه انت من تصميمك الابداعي بشكل بسيط وسهل جدا، وفي تصميمات بتبقى بتاخد وقت شويه اللي هي الفوتو مانيبيليشن اللي هي فن الدمج. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انت لو فهمت فن الدمج الفوتو مانيبيليشن هتعرف تتعامل مع التصميمات السهله، لان انت ابتديت بالشغل الصعب وفهمت كل تركايه فيه. فبالتالي انك انت لما تيجي تخش على الجزء السهل هتعرف تتعامل معاه، اللي هي فيها استوكايه تظبط اضاءه تظبط حاجه. طيب تصميمات الفوتو مانيبيليشن دي بتبقى ليها يعني طريقه في الشغل. اول حاجه انت ما ينفعش تخش تعمل تصميمات فوتو مانيبيليشن او اي ديزاين بشكل عام وانت مش فاهم يعني ايه كومبوزيشن اصلا، مش فاهم ايه انواع الكومبوزيشن وانهي كومبوزيشن انت هتشتغل بيه. رقم اثنين، ما ينفعش تخش تشتغل في تصميم وانت مش عارف يعني ايه برسبكتيف، مش عارف ان التصميم ده متصور من الطياره من فوق من منظور طائر، ولا متصور من الارض، ولا انت متصور من في منظور الشخص الواقف يعني. فانت لازم تبقى عارف ان ده ميد برسبكتيف، لو برسبكتيف، هاي برسبكتيف. دي حاجات مهمه جدا. لازم تبقى عارف ان الاستوكات اللي انت بتجيبها دي وعمال تقطع فيها هي واخده اضاءه الصبح، اضاءه بالليل، الاضاءه جايه يمين والشمس جايه يمين ولا جايه شمال، فلازم تعكس عشان يبقى الدنيا متناسقه مع بعضها. تاني حاجه بتبتدي تدمج الاستوكات دي مع بعضها، وكل الكلام ده هنشوفه. وبعد ما بنبتدي ندمجها بشكل واقعي هتبص تلاقي الالوانات مش عاجباك، الاضاءه مش مظبوطه، الدنيا بايظه خالص. نبتدي احنا بنظبط الكلام دوت. بتبتدي ان انت بتعمل الليمونيستي بتاعتك، بتظبط الاضاءه بتاعتك الفاليو بتاعها. بتبتدي ان انت تخش بعد كده على حاجه اسمها الكالر جريدنج، بتبتدي تظبط الشادو والميد تون والهايلايت. بعد كده بتبتدي ان انت تخش كده، انت ظبطت الكالر جريدنج، بتبتدي تعمل دوج اند بيرن، وتبتدي ان انت تغمق حاجات تفتح حاجات. بعد كده بتبتدي تخش على حاجه اكبر شويه، وان انت تبتدي تعمل الريم لايت بتدرجات تبان ان هي واقعيه. وبعد كده بتبتدي تعمل فوج، ان انت تفصل عنصر عن عنصر، تخلي الجزء اللي قدام في فاصل بينه غبار مثلا من الجزء اللي وراه. بتبتدي تشوف لو في اي ريفليكشن حاجه معموله في بحر فازاي تعكسها. الكلام ده كله، كل الكلام ده مهم جدا وليه قواعد لازم تبقى انت تفهمها. حاجه تانية، انت ما ينفعش تجيب استوكايه مثلا انت مقطعها بطريقه مش كويسه فهتبوظ منك قوي، هيبقى شكلها مش لطيف قوي في التصميم. نيجي بردك لحته انك انت، احنا هنا قسمنا التصميمات لحاجه اسمها فيجوال ايدنتيتي، هويه بصريه كامله، وفي حاجه اسمها اللي هي الفيجوال كامبين، اللي هي مثلا ديزاين زي اللي انا اوريه لكم دلوقتي كده. يعني ده تصميم هويه بصريه، تصميم قصدي سوشيال ميديا. خليني بس افتحه معاكم. آه، يعني عقبال ما هو يفتح لازم تبقى انت فاهم ان السوشيال ميديا يا اما هويه بصريه، يا اما تصميمات سوشيال ميديا، يا اما يو اي يو اكس، يا اما ليفل تاني اللي هو شغل ال 3 دي.
ان انت تشتغل تصميمات ثلاثيه الابعاد، ودي ما ينفعش تعدي على التصميمات ثلاثيه الابعاد وانت مش فاهم الاساسيات بتاعه الفوتوشوب ولا الكلام ده. حته ان انت تبقى تفهم برنامج الفوتوشوب، اي حد بيشرح على اليوتيوب ازاي تتعامل مع برنامج الفوتوشوب، لكن لما احنا بنيجي نشتغل الاداه بالنسبه لنا احنا بنوظفها في الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها. يعني ممكن انت تتعلم الاداه دي بتعمل كذا وكذا وكذا، بس احنا ممكن نوظفها في حاجه ثانيه. حاول تتفرج على التصميم ازاي بيتعمل وشوف طرق مختلفه وحاول تطبق. اتمنى ان انا اكون عرفت ابسط لكم ال الشغل بتاع السوشيال ميديا بشكل عام كلينا احنا كجرافيك ديزاين. بعد كده ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدا باذن الله نخش في البريف. هبتدي اقسم الفيديو لبريف خاص بالهويه البصريه وبريف خاص بالجرافيك ديزاين، وبعد كده هنبتدي ان احنا نقسم كل حاجه في الفوتو مانيبيوليشن في فيديو بحيث ان الفيديو ما يكبرش. اشوف وشكم بكل خير، واستنوني في الفيديو الجاي باذن الله عن البريف عن الهويه البصريه الكامله الخاصه بالناس اللي بيعملوا لوجو والكلام ده كله. اشوف وشكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم.